بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. اكتمالا لمنهج الثانوية العامة مبحث التكنولوجيا، سوف نقوم اليوم بإذن الله بموضوع العمليات على البيانات أو ما يعرف بالدالة. طبعا هنا بنلاحظ أنه تستخدم الجداول الإلكترونية لإنجاز عمليات مختلفة في جميع الجوانب الحياتية. رجع يحكي لي وظيفة الجداول الإلكترونية لإنجاز عمليات مختلفة، ولذلك لإمكان كتابة المعادلات الخاصة بتلك العمليات لابد من استخدام دوال مخصصة. هذه الدوال هي عبارة عن وظيفة جاهزة لأداة مهمة محددة معروفة ومصممة من قبل البرنامج. إذن الدوال هي عبارة عن وظيفة جاهزة مصممة ومعروفة لأداة مهمة محددة من قبل البرنامج الذي نستخدمه. طبعا هنا معطينا رمز الدالة أو الدوال، رمزه عبارة عن fx. كتير بيجينا في الامتحانات fx هي عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن أداة الدالة. وطبعا هناك أدوات كثيرة يدعمها برنامج إكسل ودوال جاهزة كثيرة. على سبيل المثال دالة للجمع، دالة للمعدل، دالة أكبر من، دالة أصغر من، وما إلى ذلك. سوف نتعرف عليهم بالتدريج. ننتقل الآن إلى نشاط رقم 6. نشاط رقم 6 بالرجوع إلى جدول البيانات في النشاط السابق، يعني جدول الإكسل اللي احنا صممناه سابقا في نشاط 5. نرجع إلى هذا الجدول ونستعين بالدوال الجاهزة. بداية بديلي كتابة معادلة المجموع، كتابة معادلة المجموع الخاصة بمجموع علامات فروع مبحث العلوم في الخلية الخاصة بالطالب الأول. طبعا دالة المجموع معطيني اسم الدالة وهي صم. معنى الكلام إنه هذه الصم هي عبارة عن دالة للمجموع. أنا لابد كطالب ثانوية عامة أبقى عارف كتابتها وعارف الصيغة تبعت دالة المجموع. انسخ هذه المعادلة بالسهل لباقي الطلبة. إذا أنا سوف أبدأ بنشاط 6 الفرع الأول. أنتقل إلى برنامج الجداول الإلكترونية. طبعا جداول الإلكترونية هذا البرنامج عبارة عن 3 ورقات تم إنشاؤه النشاط السابق. انتقلت إلى ورقة 3 وأريد الآن أن أبدأ بكتابة معادلة دالة المجموع. كتابة المعادلة بداية تبدأ كالتالي. نبدأ بطباعة الأمر يساوي من لوحة المفاتيح، ثم نبدأ بكتابة باللغة الإنجليزية دالة صم المجموع، لابد من معرفة كتابتها جيدا. إذا كنت أنا مش عارفاها يعني بس حافظها ممكن أضغط عليها ضغطتين. تمام. ومن ثم أنتقل إلى محتوى هذه الدالة. هذه الدالة ماذا تريد أن تجمع؟ تجمع علامات الطالب محمد الشاعر. طب وين علاماته؟ علامته الأولى الفيزا عبارة عن الخلية G7. ممكن أنا أكتبها كتابة، أكتب G7 أو أحدد هذه الخلية. طيب الخلية الثانية H7، برافو عليكم. الخلية اللي بعدها I7. طيب أنا بلاحظ إن أنا كل ما بكتب خلية عماله بترك الخلية اللي قبلها، يعني بفلت من الخلايا، وبالتالي أنا لابد من تحديد مجموعة الخلايا المسؤولة عن علامات الطالب. وبالتالي بدي أبدأ من أول خلية وضلني ضاغطة باستمرار بزر الفأرة الأيسر إلى أن أصل إلى آخر خلية، وهذا الكلام يسمى نطاق الخلايا. نطاق الخلايا زي ما انتم شايفين معناه إنه بدالي بالخلية الأولى G7 فعلا G7 أو G7، ثم وضع نقطتين وانتقل إلى الخلية الأخيرة I7. طيب في حدا حيقول لي أبلة طيب وين ال H7؟
معنى النقطتين هنا معناه إنه الخلية G7 وما بينهما إلى أن أصل إلى الخلية I7، وبالتالي G7 نقطتين I7 معناه إنه هنا عندي 3 خلايا بدت بالخلية G7 وانتهت بالخلية I7 وما بينهما اللي هي الخلية H7، وبهيك أنا بكون خلصت الصيغة. بضغط ضغطة انتر على الدالة. ممتاز. إذا تاني نعملها مرة تانية عشان طلابنا الأعزاء. نعملها في الخلية للطالب علي مثلا على سبيل المثال. يلا يا حلوين. بداية يساوي، برافو عليكم، ممتاز. ثم نكتب صم، أحسنتي، ضغطة واحدة، تمام. تبدأ الصيغة تبعت صم عبارة عن دالة مسؤولة عن الجمع، تفتح القوس. طيب حين وين النطاق اللي بدنا نجمعه يا أبلة؟ عبارة عن وين علامات الطالب علي ظهير؟ من عند جي 8. برافو عليكم، تمام. وين نطاق الخلايا يا أبلة؟ بضل محددة باستمرار إلى أن أصل إلى آخر خلية للعلامة وهي الآي 8 أو آي 8، تمام. ومن ثم زي ما انتم شايفين الصيغة تبعته تساوي صم ثم فتح القوس جي 8 نقطتين لآي 8، وبنسكر القوس عن طريق الضغط على انتر، وهيك أنا بكون بإذن الله صممت دالة الصم. هاي واحد، هاي مرتين. طيب هل جيت لو أنا عندي الحين 7 طلاب هل هنفذها 7 مرات؟ طب لو زاد العدد إلى 100 طالب في مدرسة هنفذ دالة الجمع ل100 طالب؟ طبعا لا، بننفذها مرة واحدة يا جماعة. وبنيجي على حاجة اسمها المربع السحري. المربع السحري هو عبارة عن إشارة الزائد، نحرك فيها مؤشر الفأرة إلى الطرف الأيسر لهذا المربع إلى أن تظهر إشارة الزائد للخلية التي تحتوي على المعادلة، وبالسحب باستمرار بزر الفأرة الأيسر إلى أن أصل إلى آخر خلية مراد عملية جمع وتكرار دالة الجمع لها، وبالتالي هيك أنا بكون وفرت وقت. يعني رجعنا لسؤالنا يا جماعة، كتابة معادلة المجموع صم، طبعا كتبناه زي ما انتم شايفين، الخاصة بمجموع علامات فروع العلوم في الخلية الخاصة بالطالب الأول. انسخ المعادلة بالسحب لباقي الطلبة في الجدول الثاني، وفعلا هذا اللي احنا نفذناه. هل جيت المطلوب رقم 3 إدراج معادلة المعدل للطالب الأول في خلية المخصصة؟ تمام، أعود إلى الجدول وانتقل إلى الطالب الأول. وين الطالب الأول؟ أيوة، إذن وين بدي أحط معدله؟ في هذا المكان، أحسنتم. إذن ضروري جدا يا طلاب يا حلوين إنه قبل ما أبدأ عملية إضافة أي معادلة إن أحدد حالي وأحدد مؤشر الفأرة في المكان المراد وضع الدالة فيه، وهذا الكلام بنفعنا في العمل. طيب هل جيت أنا بدي أدرج دالة المعدل؟ ممكن طبعا المعدل يا جماعة دالتها عبارة عن افريج، ضروري جدا الطالب يعرف اسم دالة المعدل، هي عبارة عن افريج. من وين أنا ممكن أجيبها يا مس أو يا أبلة؟ بروح على قائمة صيغ، إدراج دالة، تمام. بتظهر لي قائمة بقدر أسحبها وأفلتها والمكان اللي أنا بدي إياه، تمام. طيب بدي أدور في هذه القائمة على معدل افريج، ظهرت لحالة أول بند افريج، ممتاز. ثم موافق، ثم موافق، تمام. حين هذا الصورة أو هذه الشاشة المصاحبة بتتيح لي إن أنا أحدد وين أنا بدي إياها دالة المعدل لأي علامات بالضبط. هنا بدي اضطر أرجع وأحدد نطاق الخلايا اللي الطالب محمد أو أول طالب اللي بدي أحسب لها المعدل. نطاق الخلايا اللي هي علاماته، وين علاماته موجودة؟ بداية بحدد بزر الفأرة الأيسر لأول علامة وبضلني ضغطة باستمرار إلى أن أصل لآخر علامة وليس المجموع،
وليس المجموع، لأنه في المعدل ما بدخل المجموع، فقط العلامات. تمام. وفعلا ظهر لي النطاق من G7 اللي هي أول علامة نقطتين لI7. إيش معناها؟ قبل شوي حكيناها، خليتين ولا أكثر هدول يا جماعة؟ يلا فكروا معايا. هدول عبارة عن أيوة G7، أحسنتم. طيب وI7، طيب والH7 والH7 أيضا، بما أنه هنا في نقطتين، إذا هذا عبارة عن نطاق أخذ الخلية الأولى والأخيرة وما بينهما ربما يكون بينهم خليتين 3 4 حسب المعطى أو حسب النطاق اللي أنا بكتبه، بس بدي أفهم بما أنه في نقطتين، إذا معناه إنه الخلية الأولى والأخيرة وما بينهما، ثم بضغط على موافق، وبهيك بكل سهولة ويسر أنا بكون خلصت عملية أو كتابة المعادلة وإدراج معادلة المعدل. تمام. طيب هل في طريقة أخرى يا مس؟ طبعا في طريقة أخرى. هاي الطريقة عن طريق إن أنا بضغط إشارة اليساوي، وطبعا إذا كنت أنا عارفة كيف تنكتب الأفرج باللغة الإنجليزية أفرج، وعارفة الصيغة تبعتها، تمام، عارفة الصيغة تبعتها، حنتا ما علي إلا أحدد هذه المعادلة أو هذه الدالة وانتقل إلى علامات الطالب من أول خلية إلى آخرها، النطاق الأخير، دون الوصول إلى دالة المجموع، ثم انتر، وبهيك أنا تكون تعلمت طريقتين لإدراج دالة المعدل. طيب كيف بدي أكرر هذا الكلام لباقي الطلبة، خصوصا لو كان عندي أكثر من 7، عندي 10 20 100؟ عن طريق أيوة المربع السحري. كيفية الوصول للمربع السحري؟ نحدد الخلية التي تحتوي على المعادلة. 2، نحرك مؤشر الفأرة إلى الطرف الأيسر للخلية إلى أن يصبح شكله بشكل زائد. 3، بالسحب باستمرار بزر الفأرة الأيسر إلى أن أصل إلى العدد المطلوب، ثم أترك زر الفأرة، وهكذا أكون أنا قد أنهيت نشاط رقم 6، ويعطيكم العافية.